السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم حبايبي قلبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. وسلم على كل متابعيني جوه مصر وبره مصر. ربنا يعزكم ويكبر بخاطركم. جبر يتعجب له اهل السماء والارض. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في السودان، اللهم وفق كل الدول العربية واجعلنا مترابطين لحد يوم الدين. اللهم امين يا رب العالمين. النهارده بقى روتين، عايزه اقول لكم ست عاديه مصريه، يعني يوم كل الستات في مصر بل في العالم. طبعا تشوفوا حاجات كتيره هنا في الروتين، بس والله يا جماعه ده يومي بامانه. الواحد ممكن يكون عارف ان هو بيصور، بس ممكن هو بيشتغل بيتعامل كانه يعني كانه ولا في كاميرا اصلا قدام، ولا في تليفون، ولا في اي حاجه. بتعامل والله يا جماعه يعني كاني واقفه في مطبخي عادي جدا جدا، ولا لي علاقه ان انا مثلا بصور او ان ده فيديو يطلع قدام الناس. بتعامل بكل طبيعتي. ربنا يا رب يدينا على قد نيتي يا رب، اللهم امين. يا رب ارزق كل مشتكى بالذريه الصالحه، واسترنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم اعطينا حتى ترضينا جميعا يا رب. عايزه بقى اقول لكم النهارده بقى يعني روتين حلو قوي هيعجبكم. حبه منظفات يا ولاد، اللي هي بقى مش ازايز بقى، اللي هي بالكيلو. انا هنا جيت افضي كل الاكل، المفروض اللي هو الاكل بتاع الفراخ يعني، بس انا ما عنديش فراخ فبطلعه يعني بدي الناس يعني وكده. جيت فضيته على يعني على الهوا، بدل ما احطه في الكيس فضيته على الهوا. دي طبعا الجبنه طبعا اللي في العلبه، انا قلت انا حاطه العلبه على ايه، على حته جبنه ما تجيش يعني ربع كيلو. طب ما انا هحط بقى الصفيحه وبتاخد مكان وكده، لا انا خلاص هفضيها وهشيلها، وهفضي الصفيحه خالص واحط الجبنه اللي فيها في التلاجة واروق الدنيا كده. والله العظيم يا جماعه النهارده هيعجبكم جدا الروتين. بس انا اصلا القصد بالروتين النهارده ده كان تصوير بالكاميرا الاماميه، علشان يعني انتوا تقولوا لي شيرين الفيديو اللي فات على قناه معكم شيرين اسامه كان بالكاميرا الخلفيه كان احلى، ولا الكاميرا الاماميه ظبطت؟ بس انا حاسه ان هي فشكل كده يا جماعه ان انا هصور بالكاميرا الخلفيه. اتمنى كل اي حد من قنوات اليوتيوب بيشوفني وبيسمعني فتح قناه، قولوا لي يا جماعه قناه روتين انتوا بتصوروا بالكاميرا الاماميه ولا بالكاميرا الخلفيه؟ طب لو انتوا بتصوروا بالخلفيه بتظبطوا الكاميرا ازاي لو ما كانش عيالكم موجودين، او لو ما كانش حد موجود معاكم في البيت؟ بتظبطوا يعني الكاميرا ازاي؟ ربنا يصلح حال الناس كلها يا رب، ويرزق الناس كلها يا رب. والله فعلا يا جماعه كل حاجه بتيجي صعبه، مفيش حاجه بتيجي بالساهل. كل حاجة يعني كل شغلانة سبحان الله لها مرارتها ولها صعوبتها بس ربنا يعين كل الناس يا رب. ربنا يعيننا جميعا يا رب على اللي احنا فيه. والله يا جماعة بطلب من كل حبيب قلبي اللي بيتفرجوا علينا من كل الدول، ادعوا لنا والله يا جماعة. الناس اللي عندها حرب طبعا ربنا ينصركم ويصبركم على اللي انتوا فيه. كل واحد بيشوف نفسه يعني هما بيشكوا من الغلاء، اما لو انتوا عندكم دمار زينا. والله يا جماعة احنا كمان متدمرين هنا من الاسعار بامان. يعني عمالين نجيبها كده نجيبها كده نمشيها كده، مفيش صدقوني. والله يا جماعة الناس اللي عندها حروب، احنا عندنا كل يوم قتل وسرقة وحاجات كده وزنا وكل حاجة بقت بتحصل، وعين عينك كده بسبب ايه؟ بسبب ان كل الناس ما بقتش لاقية يا جماعة. والله العظيم بجد يعني الواحد بيقول لله الامر من قبل ومن بعد، لله الامر من قبل ومن بعد. وخايفة ايه المستخبي بعد كده؟ ترى في ايه تاني؟ ربنا يا رب يرفع عننا مقته وغضبه يا رب، ويصلح حال العالم كله اجمع يا رب، اللهم امين. فعايزين دعوات كده حلوة كده منكم لينا كده، ان ربنا يعدي اللي احنا فيه ده في مصر. لان والله يا جماعة الغلا مخلي الناس بقت بتسرق عيني عينك. وحتى الاول كانوا يمسكوا الحرامي يدوله علقة تمام انه بيسرق، دلوقتي اول ما يقولوا انت بتسرق ويجي يعيط ويقول لهم اصل حصل كذا ومش لاقي اكل ولادي، الناس تديله فلوس وتمشيه. تخيلوا دي، والله العظيم الناس تديله فلوس وتمشيه. شوفوا احنا وصلنا لايه يا جماعه. طبعا انا هنا كنت جايبه كلور، كيلو كلور يعني مركز كده اللي هو فرط يعني، فبفضيه في الازازه. وهنا طبعا ده كلوريكس الالوان برضو بفضيه في ازازه الكلوريكس اهو زي ما انتم شايفين. بصوا انا احلى حاجه عندي بحب النظام، كل حاجه مكان. وجبت بقى الاحمر اللي كان في الاول انتوا كنتوا شايفينه ده ريحه الخوخ عشان المسح يعني وكده، او ان انا ارش معطر في الجو يعني مسح او معطر او كده. وبرده بحطها برده في الازازه بتاعتها، والكلور في الازازه، والصابون السائل دلوقتي اللي انا هفتحه ده برده هحطه برده اللي هو الجيركن اللي هو بتاع الصابون ده اللي هو الفيبا ده. يعني بص انا احلى حاجه بحبها
يعني النظام، كل حاجه تبقى في مكانها، وكل حاجه تبقى في حاجتها المخصصه بتاعتها. تقوم انت لما تيجي كست البيت تستعملي حاجه كده وتاخدي، تبقى انت عارفه كل حاجه في مكانها ايه، عارفه الازازه اللي انت بتمسكيها دي فيها ايه، مش يلا بقى سبهلله وخلاص. يا بص يا جماعه، يعني انا بشوف ناس ممكن ينظفوا، يعني مثلا يعني اي حد، مش هذكر مثلا، مش هذكر حد، مش عايزه اذكر حد، تلاقي مثلا ساعه وتلاقيهم خلصوا. هو الساعه ديت انت خلصتي فيها ايه؟ طب ايه اللي اتعمل فيها؟ بخلاف ان انا ممكن امسك شغل البيت مثلا ممكن على ساعتين 3. طيب ليه ساعتين 3 يا حبايب قلبي؟ عشان انا بحب كل حاجه تبقى في مكانها وكل حاجه بنظامها، ومش ان انا اخلص كده وخلاص وشكرا يبقى انا كده خلصت وانا كده، لا، انا كده ايه يعني؟ ما ينفعش يا جماعه، لازم كل حاجه تبقى في مكانها. خدوا بالكم ان انا بكلمكم ونور ماسكه لي شعري اصلا عماله بتسرحهولي. وعلى فكره يا نور والله شعري اتقطع في ايديك، حرام عليك. المهم حبايب قلبي سلمي عليهم يا نور. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم امين يا رب، اللهم امين، يجعل كل العالم اجمع بخير. دي اللي انا بقولها في البث او في الفيديو. هي على طول تسلم عليكم وتقول لكم يا رب تكونوا بخير، وادعوا لها يا جماعه تحفظ 4 كلمات انجليزي مش عارفه تحفظهم، والله بجد يكون في عوننا يعني، بامانه يعني. صح يا نور؟ اكسيتد، عرفتي اكسيتد؟ ولا بكلم نفسي متحمس، بكلم نفسي على فكره. المهم يعني خلينا في الزهره. وطبعا جبت تمن زهره زي ما انتم شايفين كده، بحط تيب زهر الهدوم يا شيري. يا جماعه انا الابيض لازم أنا عندي ازهره، لازم الابيض عندي ازهره، رغم انت عندك غساله يا شيري اللي هي فوق اوتوماتيك بينفع زهره فيها. يا جماعه انا بعمل الزهره كده، بخليها سايله، تمام، بخلي الزهره تبقى سايله كده، وبعدين يعني اقعد ارجها كده، وبعدين احطها في ميه الشطف، وبعدين احطها في ميه الشطف، واخلي الغساله بقى تدور عليها كده وهي في ميه الشطف. وبعد كده تقوم تخلي الغسيل كله متزهر والزهره مش مشبحه ولا حاجه. في ناس تقول شيرين الغساله بتشرف نص دقيقه فما تلحقش الزهره تلف في الابيض فيطلع مشبح معاك يا حبيبه قلب. ده حصلت معايا برضو. تعملي ايه بقى؟ بتعملي الغسيل بتاعك غسيل وشطف فقط لا غير، غسيل وشطف، وتيجي في ميه الشطف حط الزهره، خلاص وكده الغساله وقفت، شطفت ووقفت. تقومي بقى ترجعي تعملي ايه؟ تعملي غسيل 10 دقايق مثلا حسب برنامج غسالتك، وتجفيف، غسيل وتجفيف بميه الشطف، تبقى غسيل وتجفيف. ليه بقى غسيل؟ معناتها ان هي بتغسل 10 دقايق، يعني بتلف الزهره في كل حته في الغسيل اللي انت حاطاه، فبتخلي الغسيل كله يوصله زهره، وفي نفس الوقت الزهره لا تشبح ولا تعمل خطوط كده في الهدوم، ولا تبقى في حته وتسيب حته، وتبقى الدنيا تمام. وفي قلب برضو الميه بتاعت الشطف اللي انت حطيتي فيها الزهره دي، حطي برضو شويه اريال كده صغيرين يرغوا كده، يخلوا الهدوم تبقى ريحتها حلوه مع الزهره، شويه صغيرين، مش كيس يعني حوالي مثلا يعني 5 جرام مثلا، 5 جرام كده، 5 جرام اريال كده، ماشي، 5 جرام مسحوق كده. شوفي مسحوق اللي انت بتستخدميه وخلاص. وربنا يا رب يعين كل واحد على اللي هو فيه. واتمنى يا رب ان انا اكون فدتكم النهارده، وكل المعلومه بتاعت برضو الشطف في الغساله وكده والزهره. شيرين بتاخد التمن الكيلو ده كله بتحطيه لا طبعا يا جماعه باخد على قد الغسله اللي هو الابيض، برغيها كده في ميه لوحدها كده، ويعني الزهره مثلا في ميه، وبعدين بقوم نازله على الغسيل اللي في الغساله اللي هو اللي في الشطف، وبعدين بديها غسيل 10 دقايق، وبعدين بعمل تجفيف بقى اللي هي تنزل الميه، لان احنا كده غسلنا وشطفنا، يبقى في ميه الشطف نحط الزهره، وبعدين نعمل تجفيف، تقوم بقى بتنزل بقى ميه الزهره دي كلها، خلاص يطلع لك الغسيل ابيض مزهر كده ولونه جميل كده، ويطلع ان شاء الله زي الفل باذن الله. دي طبعا غسالتي، بحب لما انا اغسل كده وانا واقفه كده برتب الحاجه او بنضف، اقوم ماسكه الغساله بتاعتي كده من الجناب ومن على الوش كده، ماسكاها غسلها او مسحه نضيفه كده، تبقى الغساله بيضه ونضيفه كده. على فكره غسالتي يا جماعه في شهر 10 الجاي ده يبقى ليها 13 سنه عندي، 13 سنه عندي والله. جبت حد من حوالي 3-4 سنين كده يعني عمل لي فيها شغل بتاع 3000 جنيه،
والله يا جماعه كانت محتاجه شغل ب3000 ومن 3 سنين، يعني ممكن يكون دلوقتي ده عامل 6000 او اكتر لو انا بعمله دلوقتي. ربنا يحفظها يا رب ويعديها على خير. تفضل الغساله كده ممشياني والله يا جماعه، لانها ايدي واسناني زي ما بيقولوا، لان اللي بيبقى حقن ايده او عنده اعصاب في ايديه مسدوده بيبقى الغسيل بالنسبه له حاجه متعبه وصعبه جدا جدا يعني. فالمهم حبايب قلبي يعني جبته وكده، ومهندس من الشركه وظبطها لي وكده، عمل لي فيها حاجات وكده. فقال لي مش هي الغساله بتاعتك ديت بقى لها قد ايه؟ قلت له بقى لها بتاع 10 سنين اهو، داخل على 10 سنين. قال لي ما شاء الله بالنظافه دي، ده انا بروح عند غسالات ناس جايبينها من 3-4 سنين تقرفي تبصي في وشها. قلت له مش بحب بحس الغساله لما بتبقى مش نظيفه كده انا لنفسي مش ببقى مرتاح، حابب زرايرها نظيفه، بابها نظيف، كلها شكلها نظيف عامه يعني. الصوت يا نور الصوت. فالمهم حبايب قلبي يلا نصلي على النبي كده اللي وصل معايا لحد هنا. اعملوا لايك للفيديو ده، حطوا لايك للفيديو ده عشان خاطر نور، واشتراك، واعملوا اشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا كل فيديوهاتنا الجديده. وهنعمل لكم تحدي البالونات، نحط فيها ميه. بقى لها 10 سنين بتقول لي على التحدي ده، خدوا بالكم كل فيديو تقولي نفس التحدي. كل فيديو لا يعني انا هوريكم تحدي احلى من كده. يعني استنى بلد بحرف النون، لو هي ما جاوبتش عليها وهي قالت غلط هيفرقع البالون عليها. بلد بحرف النون. انا بقى عندي بقى تحدي احلى من ده. هقول لها كلمه بالانجليزي ومن اللي هي بتاخدها، ولو ما عرفتش تقولها هفرقع البلالين كلها فوق دماغها. ايه رايك بقى في التحدي ده؟ عايزاكم تحضروني يوم يا جماعه وانا بذاكر لنور بصراحه. يعني عايزه اقول لكم انا من النوع مش بعرف امثل، يعني بصوا اللي هو ايه، اللي هو انا عارفه ان انا بصور كاميرا مفتوحه قدامي مفيش اي حاجه، بس ممكن تلاقوني يعني ايه زي اي مصريه او زي اي على مستوى العالم. دربان ايوه بقى فاهميني اللي هو خلاص جبت اخري يعني. فانا نفسي بس يعني تقضوا معايا وقت حلو كده. انا بملي الازازه دي بقى عشان بعد ما اكل بقوم شاربه منها، بحطها في الفريزر. بتحطها في الفريزر وبعدين لما تاكل تشرب منها. تقولك دي ازازتي الصغيره دي يا ماما، صح يا نونو؟ المهم يا جماعه عايزين بقى نحط لايكات كتير عشان خاطر نور ونحفز نور ونقول لنور ماشي يا نور احنا قابلين بالتحدي ده، بس تذاكري كويس، كويس عشان ماما ما تفجرش البلالين كلها فوق فوق دماغك. تمام يا جماعه؟ حطوا لنا لايكات كتير. طبعا بدعي الالهام يا رب، يا الهام يعوض عليك يا رب بالسكن، احلى سكن في الدنيا، احلى بيت يكون ملكك يا الهام يا رب. ربنا يوسع عليك، يستر عرض الولايه كلها، ماما بسمه، جوهره، جمانه، انا ام نور، كل الناس يا رب. استر عرض البنات، بناتهم يا رب، وبنات المسلمين اجمعين. روحي يا ايمان يا حلمي، يكتب لك خير ما بعده خير يا رب ويوسع عليك. على فكره ايمان متجوزه وهتيجي دلوقتي تديكي على قلبك. ام علي روحي تشوفوا علاوي كده، احلى حد في العراق، احلى حد تشوفيه في العراق كده، يعوض عليك، يعوض الصابرين فيه يا ام علي يا رب. يا رب يهدينا اجمعين ويرفع مقته وغضبه عننا. طبعا بشكر كل الناس الداعمين اللي وقفت في قناه معاكم شيري واسامه، وانتوا سبب في حاجات كتيره حلوه في حياتي. ربنا يكبر بخاطركم، جبر يتعجب له اهل السماء والارض. ودمتم في رعايه الله، واستودعكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.